وسمائها وترابها ووديانها وشعابها. يا لا سبحان الله، بكت الوديان قبل أن تبكي الأعين، وبكت الشعاب قبل أن تلين القلوب. فيا لا سبحان الله، لعل ربنا بذلك أراد أن يرفع أهل مدينة دار الشيوخ بسبب هذا الابتلاء وبسبب هذه المصيبة إلى مصاف أولئك الذين عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. ما من دار من الديار بكى الكبير وبكى الصغير وبكى السقيم وبكى الصحيح وبكى الفقير وبكى الغني وبكينا جميعا. لماذا؟ لأن شدة المصيبة هزتنا هزة ودكتنا دكة ورجتنا رجة، ولولا أن صاحب البلية هو الله ربما لنفذ الصبر. لكن لما علمنا أن صاحب الأمر هو الله، وأن الذي قدرها هو الله، وأن الذي سلطها هو الله، وأن الذي أنزلها هو الله، تلقينا أمر الله بالقبول. قلنا رضينا بالله ربا، قلنا رضينا بقضاء الله وقدره، قلنا الحمد لله لك يا رب، أنت صاحب الأمر، فلله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. إذا نظرنا إلى هذه المصيبة أكاد لا أعزي أرباب الأسرة، إنما أكاد أبشرهم. لماذا؟ مع أن المصيبة تستحق للتعزية وتستحق للتصبير، لكنني أبشرهم. لما؟ لأن واحدا من الصالحين مات ابنه إثر حادث مرور، فزاره عالم من العلماء الأجلاء، فنظر العالم إلى رب البيت وقال له: والله ما وجدت كلمة أفصح ولا عبارة أبلغ من أن أقول لك يا أيها المصاب، اعلم أن هذا الذي أصابك إنما هو جزء منك قد سبقك إلى الجنة. تأتيني مقولة لعبد الله بن عباس، له ولد واحد وأوحدا، فريد وحيد، وكان على جواده، فجاءه المخبر: يا ابن عباس، عظم الله أجرك فإن ولدك قد مات. أوقف حصانه، ثم نزل من أعلى جواده، ثم استقبل القبلة، ثم صلى ركعتين، ثم دعا الله سبحانه عز وجل. وصاحب الخبر يتعجب: أقول بأن ولدك مات فتهرع إلى الصلاة. قال له: ويحك، أليس المصاب هو الله؟ أليس صاحب الأمر هو الله؟ أليس المصاب هو أنا؟ ألا نتعامل بالقرآن؟ قال: بلى. قال لي ربي: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وأذكر أن مصابا آخر جاءه الشيخ سعطية رحمة الله عليه، مفتي الولاية وإمام الأئمة وشيخ المشايخ، فلما سمع القوم بمقدم الشيخ سعطية هرع الناس جميعا وعلى رأسهم والد الولد، فقال له: يا شيخ، والله لو كنت أعلم أن موت ولدي يجر لي الصالحون من أمثالك لدعوت الله الآن أن يقبض روح أولادي ولدا ولدا، لأن بمجيئكم تأتي الرحمة وبمجيئكم تأتي المغفرة. ارفعوا الأكف معي إلى الله وقولوا: يا الله يا الله يا الله، صل يا ربي وسلم وزد وبارك على نبيك ومصطفاك. اللهم اجعل هذه المصيبة بردا وسلاما على هذه الأسرة، واجعلها بردا وسلاما على إخواننا جميعا وعلى من حضر مجلسنا هذا. يا رب اغفر ذنوبنا، يا رب استر عيوبنا، يا رب فرج كروبنا، يا رب احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين، يا رب احفظنا بالإسلام قائمين، يا رب احفظنا بالإسلام قاعدين، يا رب احفظنا بالإسلام راقدين. يا رب لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه. اللهم قو إيماننا، اللهم قو إيماننا، اللهم قو إيماننا. اللهم اكتب لأهل المصاب الأجر التام والأجر الكامل. اللهم اجعل هذين الولدين شفيعان ليس فقط في أسرتهما إنما في كل من حضر مجلسنا هذا. اللهم إذا لقيناك يوم القيامة والموازين قد وضعت والدفاتر قد نشرت، فإني أسألك ربي ذا الجلال والإكرام بجاه نبيك وبجاه منزلة الشهداء أن تقول للسكان دار الشيوخ جميعا:
ولضيوفها ولزوارها ولمعزيها ولبكائها ولمتصدقيها أنني قد غفرت لكم يوم أن مات الولدان الشهيدان. اللهم يا رب نسألك أن تغفر لنا ما تقدم من الذنوب وما تأخر، وما أعلناه وما أسررناه، ورسالتي بالخصوص لأهل دار الشيوخ المعروفة في ولاية الجلفة. والله تنزل المصيبة يفر الناس ركبانا وعلى أرجلهم، ما إن تحل كارثة إلا ونصبح كالجسد الواحد. شعارنا في ذلك قول الله سبحانه عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. شعارنا في ذلك وأن هذه أمتكم أمة واحدة. بشراكم يا من حضرتم مجلسنا هذا فأنتم الصادقون بحق، وأنتم المعزون بحق، وأنتم من أردتم فعلا أن تطبقوا الإسلام على الأرض الواقع. هذا هو الإسلام بعينه. إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. آمين آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ورجاء حقرنا من قبل وإحنا واقفين مع أهل الأسرة، نروحوا نتفرقوا بشوية بشوية مهما كثروش عليهم. ربي يجازيكم عنا خير.